في صباح مشمس وجميل، وقفت المعلمة ياسمين أمام طلاب الصف الرابع وهي تقول بحماس: المعلمة ياسمين، يا أبطال، اليوم مش زي أي يوم. اليوم حنروح رحلة مميزة جدا، رايحين نزور أهرامات الجيزة. صرخ التلاميذ بفرحة. الطلاب: واو، أخيرا أهرامات الجيزة! ركبوا الأتوبيس، وكان الجو مليئاً بالضحك والحماس، وبعد ساعة من الطريق ظهرت الأهرامات من بعيد. آدم: بصوا، شايفين دي الأهرامات؟ ليلى: كبيرة أوي، أنا كنت فكرة أنها صغيرة. وصلوا إلى المكان، واستقبلهم مرشد سياحي اسمه عم سامي، وقال لهم: مرحباً يا أبطال، النهاردة حنتكلم عن أعظم حضارة في العالم، حضارة مصر الفرعونية. أشار إلى 3 هياكل ضخمة. عم سامي: دي أهرامات الجيزة، خوفو وخفرع ومنقرع، اتبنت من أكثر من 4500 سنة. مريم: طب إزاي كانوا بيبنوا الحجارة الكبيرة دي؟ عم سامي: بالذكاء والصبر، استخدموا أدوات بسيطة، لكن كان عندهم علم وهندسة قوية. دخلوا الهرم منقرع، وشافوا الممرات الضيقة والحجارة الكبيرة. سليم: أنا حاسس إني في فيلم مغامرات. ضحكت المعلمة وقالت: المعلمة ياسمين، دي مش مغامرة بس، دي رحلة في قلب التاريخ. بعد الجولة جلسوا يتناولوا الغداء تحت ظل شجرة، والمعلمة سألتهم: المعلمة ياسمين، مين يقدر يقول لي إيه اتعلمنا النهاردة؟ ليلى: اتعلمنا إن الفراعنة كانوا أذكياء جداً، وبنوا أعظم المباني من غير آلات. آدم: وعرفت إن خوفو هو أكبر هرم وواحد من عجائب الدنيا ال7. سليم: وأنا اتعلمت إن تاريخنا المصري مهم ولازم نفتخر بيه. ابتسمت المعلمة وقالت: أنا فخورة بكم جداً، أنتم مش بس رحتوا رحلة، أنتم راجعتوا بأفكار جديدة وحب كبير لمصر. رجعوا إلى المدرسة، وكل واحد فيهم في قلبه حلم إنه يكون يوماً ما عالم آثار، أو مرشد سياحي، أو مهندس عظيم زي الفراعنة. النهاية.